فيديو بس عايز اقول لكم حاجه مهمه قالها المستشار مرتضى. لو النادي الاهلي عنده مشكله مع لجنه الانضباط، طب ما هي لجنه الانضباط اللي فاتت كانت مش منتخبه برضه، ما اعترضش عليها ليه؟ ورئيسها كان صديق الصدوق للكابتن محمود الخطيب، وكان يعني واقف جنبه في الانتخابات يعني. طيب لو بالمنطق كده، منطق قانوني، وانا ابويا كان مستشار يعني، او انا لو معترض على لجنه الانضباط وشايف لجنه الانضباط دي مش منتخبه، ازاي اودي كهربا واتنين محامين معاه اوديه للجنه الانضباط اللي انا مش معترف بيها؟ وما وديتوش مره، ده انا وديته مرتين للتحقيق معاه، ثم تخرج العقوبه. فبعد ما تخرج العقوبه اقول على فكره لجنه الانضباط دي ما تنفعش، لجنه الانضباط دي مش منتخبه، لجنه الانضباط دي مش قانونيه. الله، طب ما انا كنت ممكن وانا بقى نادي بقى ومستشارين وقانونيين ومحامين وبتاع، ما انا اقول لا لا لا، لن يذهب كهربا للتحقيق معه ولا المحامي الجليل، ولا نروح ليه؟ هنروح للجنه اساسا غير شرعيه. انت اساسا ان انت تروح ويتحقق معاك فده اعتراف منك ضمني ان اللجنه دي بالنسبه لك شرعيه، تمام؟ ادي نمره واحد. لكن اما بيعجبكش قرارها فتروح عامل ضدها، نمره اتنين ومره واتنين وتلاته، محامين كبار وناس اجلاء ولاعيبه كره سابقين وعالميين زي احمد حسام ميدو وخبرات متراكمه. النادي الاهلي لجأ للمحاكم المدنيه في امور فنيه، تمام؟ لجأ للمحاكم المدنيه، وممنوع اللجوء للمحاكم المدنيه في القرارات الرياضيه، تمام؟ دي قول الفصل فيها. نرجع عمر. بص، لازم نتفق على حاجه في خالد، يعني القرار ده هو قرار صعب، لكن عدم تنفيذه كان هو اللي هيبقى اصعب بصراحه. بالزبط. لازم نتفق على كده. ولازم نتفق على حاجه، ان انت مجلس اداره نادي الزمالك هو مجلس منتخب، هدفه الاساسي مش ان هو يعني كل الالعاب مش بيجيب صفقات بس ويجيب مدير فني، لا، لازم يحمي حقوق النادي، صحيح، يحافظ على كرامه النادي. زي ما في الفيديو كده المستشار قال لك، الناس بتتكلم على قصه الكرامه من 2014 لما هو جه ومجلس ادارته غير شعار النادي وحط في كلمه الكرامه، ودي حقيقه الوطنيه والكرامه. لكن لازم نقف على النقطه اللي انا لفت نظري، ان اتحاد الكوره يعني اولا مجلس اداره الزمالك لا يصدر مشاكل للدوله، ودي حقيقه واقعه جدا، بدليل انت دي لك اسبوعين في فيديوهات مختلفه على ايام مختلفه انت بتطالب بميزان العداله، بتطالب بالعداله، وانت من الاساس العداله ما جاتش عندك اصلا من افتعال ازمه قيد اللعيبه. 3 لاعبين مهمين عندك ما كانش ليها اي مبرر، واستمريت فيها فتره طويله جدا. بعد كده الاستفزاز مستمر برضه. اقول على حاجه، وانت لعيب كبير، ولما تيجي من 10 ايام قبل ماتش السوبر والزمالك بيقول عايز حكام اجانب، وتيجي تجيب حكم مصري برضه وتعلنه، رغم ان انت وقبليها بيراميدز كان عايز حكم اجانب ويجيب حكم مصري. لا انا بتكلم انت كزمالك بقى موضوع مختلف. انا بتكلم على التوجه. حلو. انت اتحاد الكوره بيستفزك، انت 10 ايام وبيعلن ان في حكم اسمه محمود البنا هيجي يحكم مباراه مع كامل التقدير والكلام. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول انا ليه محمود البنا ما بيحكمش للزمالك في فيديو؟ يعني مش معنى محمود البنا احنا خصنا الزمالك. انت دلوقتي قلت مش عايز حكم اجنبي، مش عايز حكم مصري، جاب لك حكم مصري وبيعلنوا بقى 10 ايام. قالوا حاجه، لو انت رجعت زمان فريق الاحلام، لو انت فاكر الزمالك لما لا ما انت نفس جمال صدقي وادي عبد العزيز، بس انت يومها فاجئك بيه في الملعب وانت اتفاجئت بيه. لو انت 10 ايام وبيقول لك، انت طول الوقت بتقول لهم عايزين عداله عايزين عداله عايزين عداله. عمر انا عايز اسالك سؤال. قول لي. مباراه سوبر حلو، ومباراه في الامارات، تمام، ما بين زعيمي الكره المصريه الزمالك والاهلي، وكهربا عمل فعل لا اخلاقي وتم عقوبته ب 12 مباراه، تمام، ورئيس لجنه الناف طلع معانا على الهوا من سنه وشويه قال لك لا يمكن اي لاعب يصدر ضده عقوبه تتوقف، دي ما حصلتش في التاريخ وما حصلتش عندنا، ونقتل ونلغي ونكسر اللوائح والقوانين وكل حاجه. لا، هو اتحاد الكوره بيعمل كده ليه؟ انت اتحاد الكوره دلوقتي عندك لعيب، الاتحاد الدولي اكبر مؤسسه بتدير الكوره في العالم قالت ان هو مدان، تظلم المحكمه الاعلى قالت نفسه هو مدان. انت اتحاد الكوره ليه بتدي مزايا وبتدخل نفسك في موضوع مش بتاعك؟ صح ولا غلط؟ انت ليه بتدخل نفسك في الموضوع ده؟ ما تنفذ القرارات بتاع المحكمه الدوليه او الفيفا، صح كده ولا لا؟ انت بتدخل نفسك في الموضوع، وكل شويه مصر داخل نفسك في الموضوع وبتورط نفسك في مشاكل.
انا بقول لك الزمالك لا يصدر مشاكل، اللي انا شايفه كده. انت على مدار اسبوعين بتقول عايزين عداله عايزين عداله، العداله خلاص ما بقتش موجوده. اللي حصل اللي حصل مع كل اللعيبه في مصر. بص انت دلوقتي احنا ما بنقولش حاجه من عندنا. دلوقتي انت اداره الزمالك هي تعرف التفاصيل وتعرف الكواليس وتعرف كل حاجه، خدت القرار اللي يحمي حقوق النادي. اللي مطلوب دلوقتي من الجماهير تدعم هذا القرار وتقف في ظهر اداره النادي. مصطفى، رايك في قرار انسحاب او اعتذار نادي الزمالك؟ لازم نقول اعتذار عشان زي الرابطه. ما ده اعتذر من البطوله العربيه، ده اعتذر من الرابطه. لا على فكره ده اعتذار مش انسحاب. بتتعلم التمويه شويه يعني بنحاول. احنا بس عايزين نجمع صوره كده في خبر كان من فتره، من شهر تقريبا او من شهرين، على فكره عقوبه كهرباء عندنا في الدرج. سمعنا احنا موضوع ان عقوبه كهرباء ال 12 ماتش موجوده في الاتحاد. تمام. كان منتظرين، لو انا بقول لك اجمع الصوره، لو حكم الفيفا جه قبل ما يقدم المحامي حيثيات، لو كان جه اتطبق 6 شهور هتدخل ال 12 ماتش في 6 شهور، يبقى اعلنوا عقوبه بالعداله زي امام عاشور وزي. تمام. فجت الحيثيات، يبقى كده هيلعب. ازاي هيلعب؟ نوقفوا ال 12 ماتش اللي اوريدي هيلعبهم لغايه ما تيجي العقوبه، يبقى كده توقف من الفيفا وتوقف من الاتحاد المصري. اللاعب غلط. طب النقطه الثانيه، مين اللي هدد بالانسحاب لو كهرباء تعاقب؟ عشان بيقولوا دلوقتي الزمالك بينسحب عشان خاطر اللاعب. انتوا خايفين كده ليه منه؟ طبعا هم اسلوبهم ما يقولش حاجه رسمي لكن بيدي بالونات اختبار من خلال منظومه اعلاميه، بتنشرها ما هو ما فيش بيان رسمي، ولكن 12 ان هو لو كهرباء، وده فعلا كان هيحصل. لو كهرباء، ما هو ده اللي باين من القرارات. لو كان كهرباء تعاقب كان الاهلي هو اللي هيعتذر. فاحنا اعتذرنا ليه؟ الاهلي كان هينسحب بسبب عقوبه لاعب مخطئ. صحيح. احنا بنعتذر او بننسحب بسبب عايزين لاعب مخطئ ياخد جزاء، بس زي ما لعيبه تانية خدت. بس بالظبط، مش محتاجه حاجه. ماجد، والله طبعا قرار، ايه رايك في القرار؟ لا ده قرار تاريخي. هل السوشيال ميديا اخبارها ايه؟ ما هو ده لسه، ما انا كنت لسه هقول لك يعني الاستاذ عمر الايوبي بيقول يعني رجاء ان جمهور الزمالك يلتف حوالين القرار. لا ده يعني ده شكرا لكل اللي شارك في الجريمه دي. كل اللي شارك في الجريمه دي بنقول له شكرا ليك، انت رجعت جمهور الزمالك كله بلا استثناء. طبعا خش يا كابتن خالد عندك، شوف تويتر وشوف الفيسبوك وشوف السوشيال. لا مش محتاجه ان احنا بقى نقول ده خلاص، ده يعني ده قرار تاريخي وجميل جدا. احنا طبعا مبسوطين جدا. منصور قال لك كرامه الزمالك، كرامه جمهوره، كرامه ادارته كلها واحده، احنا كلنا كرامتنا واحده. ف انا عايز بس هسال سؤال، هو كابتن محمود الخطيب، انت زي ما قلت يا كابتن خالد في اول الكلام، انت يا كابتن محمود في الموضوع بتاع امام عاشور وهو طالع من غرفه مغلقه، ودي جريمه، دي جنايه على فكره، قلت على لجنه الانضباط انها لجنه محترمه وقراراتها قرارات محترمه، وطلبت ان هي تطلع عقوبه ضد امام عاشور. لا ده طلب تغليظ العقوبه. لا ده بعد ما طلع 12 ماتش، بعد ما طلع 12 ماتش قالت لك غير رادعه. تمام. ولابد ان يكون اكثر ردعا عشان يكون امام عاشور مثال في مباراه ناشئين، مش قدوه للشباب. ده قدوه للشباب اللي حصل ده مباراه ناشئين كمان، مش مباراه كبيره يعني مذاعه للعالم كله بيتفرج عليها. وسقفتوا لجنه الانضباط. النهارده بتقيم دعوه ضد وزير الرياضه في القضاء الاداري عشان خاطر ده باطل. اللجنه دي لجنه الانضباط باطله. تعيين وزير الشباب للجنه الانضباط باطل. طب ده انت كنت اقريت بيها، وزي ما قلت يا كابتن تغليظ العقوبه، طلبته بتغليظ العقوبه. طيب انت النهارده يعني احنا مش فاهمين، بس هل بقى في حد ورا المواضيع دي، ورا كابتن الخطيب، هو اللي بيمشي الامور دي؟ ده سؤال يعني انا عايز حد يجاوبني عليه. في حد ورا؟ يعني مين اللي قال لكابتن الخطيب روح اعمل دعوه مستعجله في القضاء الاداري النهارده؟ عشان خاطر عارفين النهارده ان لجنه الانضباط لجنه التظلمات هتجتمع النهارده. فاسمه ايه ده؟ فيطلع المستشار عادل الشربجي يقول لك يا جماعه مش اصل في دعوه مستعجله يوم 14، فاما يتحكم فيها يبقى نحكم بقى يكون الماتش اتلعب. هل من المعقول والمنطق ان لجنتين مكونين من رجال مستشارين محترمين وطبعا كلنا بنحترمهم
140 يوم، اكتر من 120 يوم، وهنخش في ال 140 يوم مش عارفين يوقعوا عقوبه على لاعب. وعلى فكره عمرها ما حصلت. خد بالك، انا كان ميدو معايا في حلقه من الحلقات قال لي عمرها ما حصلت ان عقوبه تقعد اكتر من 4 شهور ولا 3 شهور عشان يتخذ قرار عيني عينك الناس شايفاه. الغريبه كمان ان كل الحاجات يا جماعه الحاج عامر حسين يطلع يقول لك ايه، والله المراقب ما كتبش، والله مراقب الحكام ما كتبش، والله ما حدش كتب عندنا. فاجي اقول له انت يا حاج عامر انت كده بتدين نفسك، انت لازم الناس اللي راحوا الماتش دول وما كتبوش توقفهم. صح. هو انا رايح ايه؟ هو انا بعين وشيكابالا توقف. كان في مراقب مباراه قال ان هو يا مصطفى، هو انا بعين عمر، انت راجل حكم سابق، هو انا بعين مراقب حكام ومراقب مباراه ليه؟ مراقب مسابقات ليه؟ مراقب حكام ياخد كل قرارات الحكام وبيتابعها. ومراقب مسابقات. لا المسابقات دي كل حاجه بقى، مدرجات وملعب وجماهير. تمام. لو انا بقى عندي مراقب المسابقات لقيته مش كاتب لي حاجه في الورق، ولقيت في التلفزيون ربع ساعه ولاعيب بيغني مع 6000 والمراقب مش كاتب لي حاجه، يبقى ده راجل غير امين، غير امين على عمله وشغله. ولا انا غلطان؟ صح. وكأن عادي لو مراقب ما كتبش مش مهم، يبقى الماتش اللي جاي احطه والماتش اللي بعديه احطه. يعني ممكن نسد مجلس الاداره اولا الاعتذار عن مباراه السوبر، واعتذار نهائي عن مباراه السوبر ومقابله النادي الاهلي يوم الجمعه القادم في ابو ظبي في دوله الامارات العربيه الشقيقه. نمره 2 محامي دولي كبير سيتولى ملف اللجوء للمحاكم المدنيه من قبل النادي الاهلي، وهذا مخالف لقوانين الاتحاد الدولي التي تمنع اللجوء للمحاكم المدنيه. بجانب ايضا طبعا لجنه الاستئناف او التظلمات، والتي تعلم جيدا قوانين الاتحاد الدولي والتي ارجأت حكمها بسبب لجوء الاهلي للمحاكم المدنيه. نمره 2 ملف قوي جدا من محامي دولي كبير لشيكابالا وما تعرض له من عنصريه وتنمر وتريقه على خلق الله لمده تزيد عن اكثر من 20 سنه لحسم هذا الملف اللي اصبح دائما متواجد في ملاعبنا. نمره 3 بقى والاهم، تقديم شكوى رسميه للجنه الانضباط ضد رئيس اتحاد الكره المصري الاستاذ جمال علام، وضد ما نسب على لسان الصحفي احمد عبد الباسط، والمطالبه بتواجد الصحفي ورئيس اتحاد الكره ممثلا لاتحاد الكره بالكامل، والتاكد فيما قاله الاستاذ احمد عبد الباسط من حدوث مكالمه او مقابله او اتفاق على ارجاء عقوبه كهرباء لما بعد مباراه السوبر. ومعنى ان رئيس الاتحاد الكوره يرجئ توقيع عقوبه معناها انه بيتحكم في لجنه الاستئناف، وليس كما قيل ان لجنه الاستئناف مستقله ولجنه الاستئناف قرارها. شكرا يا ماجد، شكرا يا مصطفى، شكرا يا عمر. الرساله الاهم دلوقتي واللي وصلت لكل جماهير نادي الزمالك هو الاعتذار عن السوبر بسبب عدم تطبيق القانون وعدم تطبيق العداله ما بين كل الانديه سواسيه. ده سبب اعتذار نادي الزمالك. تصبحوا على ألف مليون خير.